السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وجميل زي ما انتم شايفينه كده، لونه جميل وتحفه زي ما انتم شايفين. فيديو مش هيكلفك اي حاجه، بحاجه من البيت ممكن تبوظ منك وترميها، ان شاء الله هتعملي منها احلى مهلبيه ان شاء الله. عارفه ان الامر الدين غالي عليك طبعا، الاسعار غاليه اليومين دول، وعارفه انك مش هتعرفي تشتري الامر الدين عشان سعره غالي، ومش هتشتريه ليه؟ لانه غالي عليكي. لكن ان شاء الله اليوسفي ب5 جنيه وهتجري عليه. طبعا اليوسفي احنا في اوان اليوسفي موجود في السوق وسعره رخيص، وممكن كمان تلاقي ال2 كيلو ب5 جنيه. احنا عايزين في الوصفه دي اليوسفي اللي هو الطري، مش الطري اللي هو البايظ، لا، في يوسفي كده بتروح عند البياع تلاقي مثلا الكيلو ونص ب10 جنيه، وتلاقي الاتنين ب10 جنيه، وكمان بتلاقي الاتنين ب5 جنيه. لو حابة تجيبي الاتنين ب5 جنيه مش هيكلفك اي حاجة، يعني هتعملي وصفتك النهاردة ممكن تعمليها ب5 جنيه، وممكن كمان تعمليها ب2 جنيه. النهاردة هنعمل احلى مهلبية، احلى مهلبية يوسفي، وهتبقى احلى من الامر الدين بكتير، مش مكلفة ولا تاخد منك وقت ولا مجهود ولا فلوس. وان شاء الله وان شاء الله هتعجبك. اعملي تابعي بقى الفيديو الاخر، وان شاء الله هتعملي الوصفه وهتعجبك، وانت هتحكمي بنفسك. يعني انت مش محتاجه اي حد يقولك، او محتاجه ان انت تشوفي مثلا الفيديو، ان شاء الله هتشوفي الفيديو للاخر وهتحكمي وهتعملي الوصفه وهتحكمي بنفسك ازاي هي خطيره وجميله، وهتعتمديها على طول وهتبقى احلى من امر الدين. يلا بقى على الوصفه وما نرغيش كتير. احنا معانا هنا كيلو يوسفي، وعلى قد ما تعملي، يعني ممكن تعملي 2، على قد ما تعملي 3، يعني زمان على قد عدد اسرات الاسره بتاعتك يعني. انا معانا هنا كيلو، يعني المقادير بتاعتنا هنا كيلو زي ما انتم شايفين كده. طبعا غسلته وقشرته وفصصته زي ما انت شايفه كده، وهنضربه في الخلاط عشان هنضربه في الخلاط ونصفيه من القشر والبذر تماما. تمام كده. وهناخد ميه اليوسفي بس. ومعانا هنا نشا، معانا 2.5 معلقة نشا، ومعايا كوبايه وربع سكر. طبعا السكر على حسب الرغبه. طبعا لو دقت البرتقال ولقيتيه مثلا مزز وزعق كده هتزود السكر شويه، وعلى حسب الرغبه. ممكن انا احب سكر زياده، ممكن تحبي سكر ناقص، زي ما قلت لك على حسب الرغبه. انا ضايفه هنا كوبايه وربع سكر. تمام كده. بقى عشان البرتقال يمشي معاكي في الخلاط هتحطي نص كوبايه ميه، وبعد ما تصفيه هتحطي نص كوبايه ميه تاني. تمام كده. يبقى هنا الاجمالي هتحط كوبايه ميه على العصير، والثلاث معالق نشا او 2.5 معلقة نشا على حسب القوام اللي انت حباه، لو حباه تقيل او حباه خفيف على حسب القوام. هنحط 3 معالق ميه على النشا. تمام كده. وهنحط السكر، طبعا السكر هيدوب. وبعد البرتقال معانا بعد ما يغلي هنحط ميه النشا. تمام كده. طبعا زي ما قلت لك، طبعا انا لسه ما اعرفش، ما رحتش يعني لسه ما اشتريتش حاجه رمضان، وما اعرفش اصلا الاسعار. اكيد يعني لفه الامر الدين النهارده هتعمل يعني الشيء الفلاني، يعني ممكن تعدي ال60 جنيه، ممكن تعدي ال60 جنيه. طب وعلى ايه؟ احنا هنعمل بديل القمر الدين، وهيبقى احلى من القمر الدين، وهنعمله ب5 جنيه. يعني هتعمليه ب5 جنيه. اليوسفي موجود في السوق، هاتي منه وكتري وحطيه في الفريزر، واعملي مربات للولاد، واعملي مهلبيه، وهتبقى احلى مهلبيه ان شاء الله. يعني مش عشان الحاجه غاليه مش هنعمل، لا هنعمل. وان شاء الله ان شاء الله في بدايل معانا كتير لوصفات كتير، هتسجليها ان شاء الله لرمضان، يعني في بدايل معانا كتير. تابع بقى الفيديو، اعملي لايك كده من ايدك الحلوين عشان الفيديو يترفع ويشوفوه اكتر عدد ممكن من الناس، وتستفيدي، والناس كلها تستفيد من بعضيها. هنا زي ما انتم شايفين، هنا حطيت النشا، وتقلبي بالمضرب عشان ما يكتلش معاك. اول ما تحطي النشا يعني انت ماسكه النشا وماسكه المضرب، وتقلبي كويس عشان ما يعملش كتل معاكي او زغاميل. تمام كده. ولازم تخلي النشا تستوي على النار، يعني تخليها تبقبق معاكي كده عشان تعرفيها ان هي استوت. ما تحطيش النشا وتطفي عليها النار، لا، تخليها تبقبق كده عشان تعرفي ان هي استوت. شايفين القوام؟ لونها جميل واورنج وجميل كده وتحفه وجميل. يعني لون القمر الدين بيبقى غامق شويه، انما دي لونها اورنج وجميله، والله والله تحفه. اعمليها بقى وجربيها وقولي لي رايك فيها. يعني انا في اول الفيديو مش ما بجبركيش ان انت تعمليها غصب عنك، لا، انت هتتفرجي هتتفرجي على الفيديو الاخر، وهتعملي وصفه وهتحكمي بنفسك ازاي ان هي جميله وخطيره
ومش مكلفة، وب5 جنيه هتعملي مهلبية للأولاد يفرحوا بيها. طبعا انا ما عنديش مكسرات، يعني ايه، انا قبل كده كنت مزينه، عامله قبل كده برضو وصفه مهلبيه بالبرتقال والجزر، وكنت مزيناها. بس انا ما عنديش مكسرات، وكده كده الاولاد برضو ما بيحبوش يعني ايه المكسرات، بيعينوها منها. فانا قلت ان النهارده هعملها ساده. فان شاء الله طبعا هنشتري الحاجات بتاعه رمضان، كل سنه وانتم طيبين، وبقى نعمل وصفات كتير ونزينها بالمكسرات. يلا قومي بقى، لو نص كيلو برتقان او كيلو برتقان ب5 جنيه او ب2 جنيه كمان، هتعملي الوصفة الجميلة اللي انت شايفاها، التحفة الجميلة دي. سجلي بقى الوصفة دي عندك لرمضان. يلا بقى ان شاء الله هنستغنى عن القمر الدين الغالي، وهنعمل وصفتنا النهاردة ب5 جنيه، مهلبية اليوسفي. مهلبية اليوسفي. طبعا القوام ده كان لسه سخن، يعني هي كانت لسه سخنة، لسه ما حطيتهاش في التلاجة. هتحطيها في التلاجة هتجمد بقى وهتبقى احلى واحلى. اعملي بقى لايك من ايديك الحلوين، عشان المهلبية دي اول هام رخيصة، وكمان هي تحفة تحفة تحفة. وان شاء الله هتجربيها وتقولي لي رأيك. ما تنسيش تقولي لي رأيك. ما تنسيش بالله عليكي تقولي لي رأيك لو عجبك الفيديو. وما تبخليش عليا بأحلى لايك من ايديك الحلوين. الاشتراك واللايك اللايك بيرفعوا الفيديو كده. ارجوكم تعملوا الاشتراك ولايك من ايديكم الحلوين كده. احلى مهلبية اليوسف، مش مكلفة ورخيصة برخص التراب. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.